ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهاردة هنتكلم عن أحداث يوم الأربع. بابا يسوع يا أصحابي كان قاعد في بيت سمعان الأبرص، والتلاميذ كانوا موجودين معاه، وفجأة دخلت واحدة اسمها مريم. أول ما شافت بابا يسوع على طول راحت ناحيته وسجدت، وكان معاها طيب. الطيب ده يا أصحابي كان غالي جدا وريحته حلوة قوي، اسمه طيب ناردين. وعلى طول وطت عند رجليه وكسرت الطيب. وهي بتكسر الطيب يا أصحابي على رجلين بابا يسوع كانت عمالة تعيط جامد قوي، وبتمسح رجلين بابا يسوع بشعرها. واللي كانوا شايفين اللي بيحصل ده يا أصحابي مستغربين جدا. التلاميذ كانوا بيقولوا هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ وكمان اللي كان واقف ومش عاجبه خالص اللي المرأة دي بتعمله هو واحد من تلاميذ بابا يسوع، واسمه يهوذا الإسخريوطي. ولما شاف المنظر ده قال ايه ده اتلاف، ده الطيب ده غالي جدا جدا، ده تمنه 300 دينار. ومش كان الأحسن يعني ان الطيب ده يتباع وبتمنه ندي الفلوس للفقراء؟ عارفين ليه يهوذا قال كده؟ عشان هو في الوقت ده كان المسؤول عن الصندوق بتاع الفلوس اللي كل شوية كانوا بيدوا منه فلوس للفقراء. بابا يسوع رد وقال اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. ده معناه يا صحابي إن بابا يسوع بيقول سيبوا المرأة دي ساكبة الطيب، علشان اللي هي بتعمله ده بيدل إنها بتحبني جدا. والحدث التاني اللي حصل هو إن الكتبة والفريسيين والكهنة كانوا متجمعين، اللي هم أصلا كلهم مش بيحبوا بابا يسوع. وفي وسط ما هم عمالين يتكلموا كانوا بيقولوا إزاي هنخلص من يسوع. وواحد منهم قال مش دلوقتي، ليس في العيد. ليه بيقولوا كده يا أصحابي؟ علشان في الوقت ده كان في عيد، ولو كانوا هم فعلا خلصوا من بابا يسوع في الوقت ده اللي هو عيد، كان هيحصل شغب كبير قوي من الشعب اللي هم بيحبوا بابا يسوع. وفضلوا يتكلموا ويتناقشوا كتير، ودخل فجأة عليهم يهوذا تلميذ بابا يسوع. تخيلوا، دي فعلا مفاجأة. ودخل واتكلم معاهم وقال لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأسلمه إليكم؟ شايفين يا صحابي بيحصل إيه؟ ده يهوذا بيتفق مع اللي مش بيحبوا بابا يسوع علشان يخلص من بابا يسوع معاهم، وكمان ده بيقول لهم هتدوني إيه علشان أسلمه ليكم؟ على طول يا أصحابي ادوله كيس فيه 30 من الفضة، وده كان مبلغ صغير قوي قوي يا صحابي. ويهوذا على طول وافق وقال لهم أنا هستنى الوقت المناسب اللي هسلم فيه يسوع ليكم. وبكده تكون خلصت أحداث يوم الأربع. كل سنة وانتم طيبين. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.